بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نتكلم عن زراعة وإنتاج الزيتون. يزرع الزيتون في جميع الأراضي جيدة الصرف والملوحة، يتحمل الملوحة بشرط أن تكون الأراضي جيدة الصرف والتهوية. يزرع في ميعاد في جميع الشهور ما عدا شهر 6 و7 و8. اللي هي الأراضي يزرع في الأراضي الكلسية في حوض البحر المتوسط في جميع الشهور ما عدا يوليو أغسطس. طبعا تجهيز الأرض وحرث الأرض حرث جيد. بعد ذلك الجور بعمق، طبعا 75 عرض 75 طول 75 عمق، أو 75 في 75 في 75، أو 80 في 80 في 80. يوضع في كل جورة من 2 إلى 3 مقطف سماد بلدي محلل خليط من الدواجن والمواشي والفورم كومبوست، أو 5 كيلو فيرمي كومبوست محلل زائد كيلو سوبر فوسفات أحادي ناعم أو محبب، زائد ربع كيلو سلفات بوتاسيوم، زائد 50 جرام سلفات نشادر، تخلط مع الرمل ثم تنزل في الجور. سليم. وبعدها الرمل طبعا، ثم نص كيلو كبريت زراعي، ثم تكملة الردم، ثم الري عدة مرات قبل الزراعة ب1 شهر. سليم. تاني حاجة طبعا هنتكلم عن المسافة بين الجورة والأخرى، ممكن 4 متر أو 6 متر أو 7 متر على حسب الصنف. طبعا بتزرع على مسافة 6 في 4 أو 6 في 6 أو 6 في 7 على حسب الصنف المزروع. فرد الشبكة الري وعمل مصدات الرياح لكل حوشة في المزرعة، كل حوشة من 5 ل 10 فدان، الفدان 4200 متر. زراعة شتلات مقاومة للأمراض ذات مصدر أصلي، ارتفاع الشتلة لا يقل عن 30 ل 50 سنتي. رش الشتلات قبل الزراعة بالكلوربروفوس أو الديازينون أو اللمبادة أو الديمسويت أو الملاسيون حشري لوقاية من الحشرات. طبعا يجب زراعة لا يقل عن صنفين بمعدل من 8 ل1 لزيادة تلقيح الزيتون. زراعة الشتلات في أي وقت ما عدا 7 و8 طبعا اللي هو يوليو أغسطس. تزرع الشتلات الناتجة من زراعة البذور أو العقل في المشتل في أكياس، ثم الزراعة في الأراضي المستديمة أو في المزارع، ثم الري مع نزول المطهرات أو الأعفان أو جرعة الحشري. طبعا في حاجات تانية طبعا هنتكلم عليها، زي لا يفضل ري الشتلات قبل الزراعة ب2 يوم. طبعا عندك في حاجة تانية برضو، بعد الزراعة تعطى كل شجرة 20 لتر ماء في البداية. في حالة الزراعة يزال الكيس البلاستيك الموجود حول الشتلة، ثم كبس الأرض حول الجور. طبعا للزيتون أصناف كثيرة منها محلي وتصدير. طرق إكسار الزيتون عن طريق البذور، العقل الخشبية، العقل الساقية ذات الأوراق، السرطانات، التطعيم، إنتاج شتلات الأصول. طرق التطعيم بالعين أو العين أو اللصق أو القلم أو الشق. يكون التطعيم في شهور من 2 إلى 4 اللي هو نهاية فبراير حتى إبريل. طيب في حاجة تانية هنتكلم عليها برضو، لنجاح عملية زراعة الزيتون لابد من اتباع الخطوات الآتية، وهي زراعة أكثر من صنف بمعدل 8 ل1 لزيادة تلقيح من الأشجار، تقليم الشتلات حسب الأطوال، تثبيت الشتلة جيدا، ثم الري، عدم تعرض الجذور للهواء، الاهتمام بعملية الري المنتظم في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، زراعة أصناف مقاومة للأمراض ذات إنتاجية عالية، الاهتمام بعملية العزيق ونظافة المزرعة، وجود مصدات الرياح، وجود المناحل في المزرعة. وإن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن برنامج التسميد والري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.